الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. بمناسبه بقى العيد والحاجات الحلوه اللي الناس بتعملها، كل سنه وانتم طيبين، يعود عليكم يا رب وعلى حبايبكم بخير. هعمل معاكم النهارده ان شاء الله باذن الله كحك العيد. يا رب كده تاكلوا وتتهنوا وتبقوا كده سعداء وما يدخلكوش اي حاجه وحشه يا رب. هنسمي الله كده. معانا كيلو دقيق، ومعانا معلقتين سكر، 3 كوبايات سمنه. انتوا عارفين ان كيلو الدقيق عليه نص كيلو سمنه. 3 كوبايات سمنه عشان يطلع كده يعني ناعم، مش هيبقى ناعم برضو لدرجه ان يبقى يعني الكحكايه تسيب من ايدك كده، لا هيبقى ناعم النعوميه الحلوه. طبعا اتحاهم هنعمله طبعا بالطريقه بتاعت الاول الحلوه دي، احنا بنحبه كده يعني. ومعانا طبعا معلقه خميره ورشه ملح، معلقه ريحه كحك كده، وكوبايه ميه او كوبايه الا ربع ميه، هي كوبايه ميه. وهنحط فيها الخميره دلوقتي عشان بس نشوف ايه، نسيب الخميره مع نفسها كده تتفاعل يعني. اول ما نحط السكر، دول معلقتين سكر، معلقه خميره اهي، ونسيبها كده. نسيبها كده قد 10 دقايق. عايزه اقول لكم ان الدقيق اللي انا جايباه دوت للكحك والبسكويت بس، زي ما انتم شايفين حلو قوي قوي، لان مجرباه كل سنه بجيبه. فدوت طبعا لكحك وبسكويت بس. عايزه تجيبي بديله هتجيبي مثلا لجميع الاغراض، لكن بالنسبه للدقيق العادي دوت اللي بنعمل بيه مخبوزات مش هينفع، هيبقى تقيل. وانت عايزه الكحكه تبقى هشه، عايزه البسكويته تبقى هشه، فدوت بيسهل لي بقى، بيبقى اصلا تنخليه وبعد كده بيبقى احلى واحلى يعني. هو حلو من الاول بيتنخل، بيبقى انا يعني ناعم لك البسكويته او الكحكه اكتر واكتر. زي ما انت شايفه بجيبه على طول. النوع ده حلو جدا جدا جدا. هنحط بقى، نسيب الخميره مع نفسها كده. هنحط بقى رشه الملح، رشه ملح، معلقه ريحه الكحك، السمسم، كيلو الدقيق، وحطينا رشه الملح، وحطينا 3 معالق سمسم، معلقتين او 3 حلوين قوي قوي على كميه الكيلو دي. نحط بقى السمنه، طبعا انا قدحاها هي بردت بس شويه. هي سخنه قوي، بس هي عشان هدي شويه ما ادتش الطشه اللي بتعملها دي. سيبها شويه تهدى كده، هديت شويه اهي. هنبتدي بقى نبسه كده. زي ما انتم شايفين بيبقى عامل زي حبايه الرمل كده. حلو ازاي، بصوا مسكوا بعضها ازاي. نبتدي بقى نحط الخميره. الخميره زي ما انتم شايفين تفاعلت اهي، مع انها ما لحقتش 10 دقايق يعني، بس طبعا طالما هي كده اثبتت ان هي تمام يعني. طبعا هنلمه بقى، احنا بسناه كويس هنلمه. ده بالمقادير مظبوطه، متبقيش عايزه اي حاجه زياده، ولا بيطلع منك مظبوط. هو العجينه بتطلع كويسه جدا بالمناسبه اللي هي المفروض بتطلع. لكن لو المقادير بتبقى مش مظبوطه او حاجه خلت فيهم، بتبقى يعني بتخليكي بقى تحتاري وتقولي ايه اللي حصل.
اتلمت على طول ان شاء الله. رب يعني. بصوا حاجه اخر جمال بجد. طبعا انا مكوره العجوه اهي، انا جايباها اصلا جاهزه، يعني مش يعني على طول طريه لوحدها، مش محتاجه سمنه ولا حاجه. لو انت جايباها ناشفه بتحط لها حته سمنه تطرى بيها كده، تطريها على يعني على البارد كده، ما تحطهاش على البوتاجاز ولا حاجه. بتلمي كده تداري العجويه كلها عشان ما تبانش. البصمه هي طبعا بالبصمه ما بتبانش قوي، في بصمات بتبين اكتر من دي مش قوي يعني، بس انا بقول لك لو عايز تعملي بالبصمه وتسهلي لنفسك. بصوا اكمل بقى واوريكم اهو زي ما انتم شايفين خلصته. ريحه جميله، اقول لكم ايه يعني، مش عارفه اقول لكم ايه يعني، في البيت بتبقى ريحه جميله جدا وعامله جو كده جميل. انا طبعا نسيت اوريه لكم بعد ما مليت الصاج نسيت اوريه لكم، دخلته الفرن على طول فاستوى اهو، معلش. هو طبعا كان شكله كده طبعا ما يخش هي يعني، بس طلعته اهو قلت اوريه لكم. بصوا ظهره، بصوا 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 الجمال، بصوا يعني كله ما شاء الله طالع في منتهى الجمال. بصوا بصوا الجمال، الحلاوه، وطري كده وحلو يعني، مقرمش من بره وطري من جوه زي ما انتم شايفين الحشو. بصوا عجميه يعني، العجوه طريه وهو يعني ما نشفتش جوه. بصوا هو من جوه مورق ازاي، يعني مورق يعني مش معجن. بصوا عامل ازاي، حلو ازاي. بصوا طبعا لسه سخن يعني، هو لما يعني ما يهدى شويه هتلاقي مسك نفسه، ويبقى طبعا المطلوب يعني يبقى طبعا ماسك نفسه، في نفس الوقت تكليكه تلاقيه ناعم في بقي، جميل جدا زي ما انتم شايفين. احنا بنحشي يا عجوه عشان ولادي بيحبوا كده، يا عجميه، لكن ما بنحبش الملبن بصراحه يعني، عشان كده انا ما جبتش ملبن. زي ما انتم شايفين كده، يا رب يكون عجبكم. وطبعا لسه هعمل بسكويت، ربنا يسهل بقى ان لحقت ما لحقتش اعمله في العيد يعني ايه. كل سنه وانتم طيبين، انتوا عارفين مشاغل اليومين دول. كل سنه وانتم طيبين، ويقعدوا عليكم بخير يا رب، وبصحه جيده، وكل حاجه تبقى قدامكم كده مفرحه، ومفيش اي حاجه خالص تزعلكم يا رب ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. لايك وشير وفعلوا الجرس عشان الصوت توصل لكم. ميرسي قوي، سلام عليكم.